يمكن اكتر ترند الفترة الاخيرة للاهلي هو ترند الحكام، وهو مسألة بقى إذا كان الحكم شتم، الحكم ما حسبش ضربة جزاء، الحكم ما عملش، الحكم حاجات كتيرة جدا. لكن تعالى هنا نسأل سؤال مهم جدا، هو إزاي الأهلي ضعيف تهديفيا بالشكل ده؟ ممكن أقول لك مباريات كتيرة جدا ضاعت، ومن ضمنهم مباراة كده تحت الحساب بالنسبة لكاس مصر يعني راحت برضو، وفي مباريات منها خرج منها الاهلي بالتعادل، وفي مباريات منها خرج النادي الاهلي بالخساره. لكن هقول لك هو الاهلي ضعيف تهديفيا ازاي. انا عارف ان انا اكتر واحد بهاجمه في القناه هنا هو محمد هاني، لكن احب افاجئك ان محمد هاني مش هو السبب في الضعف التهديفي اللي عند النادي الاهلي. هتقول لي امال مين؟ احمد سيد زيزو؟ هقول لك لا. امام عاشور؟ لا. طيب بيع علي معلول يعني بالعمري مثلا؟ هقول لك لا. هتقول لي امال المدرب؟ هقول لك برضو لا. لان ببساطه محمد هاني كسب 8 دوري، من ضمنهم 4 دوري كان بديل. احمد سيد زيزو كسب مع الزمالك دوريات قبل كده تقريبا 3 دوري، وهقول لك ان النادي الاهلي كسب الدوري بسكواد غريب جدا، وهقول لك ان مارتن لاسارتي كسب الدوري مع النادي الاهلي. هتقول لي مش كل دول، امال مين يعني؟ هقول لك ان الاجابه تكمن في هذا اللاعب. يا جماعه ركزوا كويس قوي في ماتشات النادي الاهلي، هتلاقي النادي الاهلي في وضعيه هجوميه ممكن ان هو يعمل 1 3 يوصل للمرمى، بس تريزيجيه تحت رجله الكوره. هل هو ينفذ بقى ال 1 3؟ لا، ياخد وضعيه التسديد والار 2. هتقول لي ده الهداف، هقول لك ضربات الجزاء هو المسدد الاول ليها، وكل المحاولات بتاعت النادي الاهلي بتيجي من خلاله. هتقولي طب ما هي شطاره منه، هقول لك لا، انانيه منه. فببساطه شديده جدا حل النادي الاهلي علشان يعالج العقم التهديفي ده، شيل تريزيجيه وجرب تلعب من غيره، هتلاقي نفسك بتهدف، وافكار 1 2 و1 3 وحاجات كتيره جدا، وبيوصل للمرمى كتير جدا، وممكن ان هو يسجل اهداف كمان. لكن طول ما تريزيجيه موجود في الملعب بيتعامل بنفس الطريقه دي، فالاهلي مش هيفلح. هتقولي ده قائد النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي والكلام الكتير ده، هأكد لك تاني، شيله من الملعب هتلاقي نفسك عارف تلعب، هتلاقي نفسك عارف تهدف. طب تلعب بيه ازاي في التشكيلة؟ هقول لك حطه تحت مدرب شخصيته قوية.